مرحبا واهلا وسهلا فيك. مثل ما عودت كرشك بإيدك ينزل طبخات طيبة وسهلة. هلا جايبة وصفة سهلة وسريعة. لا عم أمزح، مو سهلة ولا سريعة. هاد محاشي، ويا ويلي من المحاشي. نحتاج رز منقوع مغسول، والتوابل حامض، ملح، فلفل أسود، وفلفل حدة مع حلوة، بابريكا مقطعة، توم مدقوق حسب انتن ايش قد تحبون طعم الثوم في الأكل، ماجي مكعبات نباتية، بقدونس كمان قليل، نفضل مكعبات الماجي النباتية، نضيف رب البندورة، وبعدين دبس الرمان. هلأ أنا ما أضيف لا زيت ولا سمنة ولا شي. هلأ نخربط المواد كلها مع بعض لتكون الحشوة جاهزة. هلا هيك صار معنا الحشوة جاهزة. نفرد ورق العنب. هلا أنا قبل ما أبلش في ورق العنب أول شي عبيت الباذنجان والكوسة والفليفلة، كلها الخضرة اللي كانت موجودة اللي شفتنا كلها عبيتها، وبعدين أبلش في الورق العنب. شوفوا هاي الطريقة وصدقوني سهلة وتطلع معكن كتير. لما يكون الورق كويس يطلع معكن المحاشي غير شكل. والورق العنب هيك هلا صار جاهز. خلصنا الحشي واللف، ويا ويلي من هالطبخة. هلا صفيناهن في الطنجرة، حطينا الورق فوق. هلا في عالم تحب الورق لحالا والمحاشي لحالا، بس نحن تعودنا نحب نخلطن مع بعض صراحة. وهلا هيك حطينا ماجي، فلفل أسود، فليفلة وملح، وحطينا المي بندورة في المي الحار ونخلطن كلن مع بعض. بعدين نضيفن فوق الأبرخ، وبعدين نشعل الغاز ونعيفن ليغلوا ويغلي قلبنا معا. اللي ياكل الأبرخ يعرف إيش معنات الحكي اللي عم أحكيه. عشاق الأبرخ وينكم. هلا نغطيه بصحن ونعيفن على الغاز. بعد ما يغلي شي ربع ساعة يغلي نضيف فنجان زيت فقط لا غير. شوفوا عشتون عم يغلي، يعني روعة روعة روعة. وخاصة حبات الثوم لما نعيفن هيك يعني شي خيالي خيالي. صدقوني طعمة رهيبة والمنظر لحاله يحكي. كان معك كرشك بإيدك. دامت صحتكن وعافيتكن يا رب. إلى اللقاء مع طبخة جديدة وفكرة جديدة. باي باي.